أو نظمت احتفالية داخل متحف الأكروبوليس المتحف الوطني لليونان بحضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية والأكاديمية والإعلامية اليونانية، إلى جانب متخصصين في علم المصريات والآثار المصرية. المزيد مع مراسلنا في أثينا عبد الستار بركات. اهلا عمرو، من هنا من متحف الاكروبوليوس احدث متاحف اليونان، حيث جاءت هنا الاحتفاليه التي دعا اليها سفير مصر باليونان عمر عامر لمتابعه مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير. اذا وضعت عنوان عمرو لهذه الاحتفاليه اقول ان المتحف المصري الكبير هو فجر جديد لحضاره صنعت التاريخ. اذا هنا العديد من الشخصيات اليونانيه، بينهم رئيس البرلمان ووزراء وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة. الجميع هنا جاء ليشارك مصر فرحتها في هذا الحدث التاريخي الذي يعتبر هدية مصر للعالم مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعتبر ولادة متجددة لحوار الحضارات الذي صاغ ملامح الإنسانية منذ آلاف السنين. هذا اليوم عمرو لمصر يمثل عودة إلى الجنود هنا كما يقولون الضيوف هنا، يمثل عودة إلى الجذور وبداية لمستقبل جديد. المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف أثري في العالم، يقف اليوم كجسر بين خلود الماضي ووعد المستقبل. من الطبيعي طبعا عمرو أن يجد افتتاح المتحف المصري الكبير هنا صدى عميق هنا في اليونان، حيث تلاقت منذ القدم فكرة الحضارة والمعرفة والفن. مصر واليونان بحكم الجغرافيا والتاريخ نسجتها على مدى آلاف السنين روابط فكرية وروحية شكلت مسار الإنسانية، من علماء الإسكندرية إلى فلاسفة أثينا، ومن بحارة بحر إيجا إلى بناة النيل. تحدث الشعبان دائما بلغة واحدة، لغة الثقافة والروح والبحث عن المعنى. الاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء تحت ظلال معبد الأكروبوليوس كتكريم للعلاقة الأبدية بين حضارتين عريقتين، وتجسيد لإيمان مشترك بأن الثقافة توحد الشعوب. نعم. أشكرك عبد الستار، شكرا جزيلا. ومن أثينا إلى الرياض، حيث نظمت السفارة